انه هيدي الصورة وهيدي الملعب منه ببلد اجنبي، هيدا الجمال كله ببلد عربي وتحديدا بالمغرب واسمه ملعب الرباط. هيدا الملعب يلي رح يستضيف مباريات كأس العالم لسنة 2030 وبيساع تقريبا ل70,000 مشجع. افتتاح رح يكون قريبا وانا مأكدة ان الافتتاحية رح تكون مميزة ورح تكون نار، يعني الحماس عندي مليون. اهل المغرب شكرا على هيدا الشغل الحلو، شكرا على هيدا الملعب الجميل، شكرا على هيدي التحفة الفنية. الواحد مش مصدق ان ملعب زي ده في افريقيا الصراحه، يعني بجيبها لك بكل امانه. الواحد مش مصدق ان ملعب زي ملعب مولاي عبد الله بالرباط يكون موجود في المملكه المغربيه الشريفه. لكن في المغرب مفيش مستحيل. في المغرب كلمه مستحيل دي ليست موجوده. النهارده المغرب بقى افضل من الدول الاوروبيه كلها. واللي هيقول لي يا امير انت بتجامل، هقول لك لا والله ما بجامل. والله ما بجامل، دي الحقيقة اللي انت عارفها واللي انت بتنكرها. ملاعب على أعلى مستوى، بنية تحتية على أعلى مستوى، فنادق على أعلى مستوى، تنظيم بطولات على أعلى مستوى، تقدم على أعلى مستوى. بلد فيها كل شيء، بلد فيها إمكانيات رهيبة، بلد فيها إنجازات رهيبة، بلد المفروض أنا وانت كعربي نفتخر، بلد المفروض أنا وانت كأفريقي نفتخر ونرفع راسنا بالمملكة المغربية الشريفة. يا اخوانا تخيلوا الملعب ده موجود في افريقيا، موجود في شمال افريقيا كمان. الملعب ده هيتلعب فيه كاس افريقيا 2025. التحفه الفنيه دي هي ملعب مولاي عبد الله في الرباط في المغرب، واللي اتعمل في وقت قياسي اقل من سنتين، وزاره رئيس الفيفا كمان. الملعب خلاص قرب ينتهي، قرب يتسلم. تحفه فنيه ما شاء الله اللهم بارك. الملعب بيتسع ل70,000 متفرج، كمان المباراه هتبث منه 4K. وبصوا من غير زعل، قبل 6 شهور كنا كلنا مقتنعين ان المغرب مش هيقدر ينظم كاس افريقيا، ما عندوش ملاعب عشان المغرب، وفي وقت قياسي يصدم العالم كله جدد كل ملاعبه. عمل الملعب الاولمبي في وقت قياسي اقل من 9 شهور وخلصه. بنى اجدد ملعب وافضل واحلى ملعب في العالم كله، ملعب مولاي عبد الله. ودي مش مبالغه، ادخل شوف مميزات الاستاد ده. كمان عملوا قرعه كاس افريقيا، خلاص الكاس هيتلعب، قال لك لا مش مبسوطين، لا لا لا. قاموا بانيين كمان ملعبين في 5 شهور، ملعبين في 5 شهور وقربوا ينتهوا. ملعب البريد وملعب مولاي الحسن، ملعب البريد وملعب مولاي الحسن. كمان الصدمه ان الملاعب دي والاستادات دي كلها معموله بايادي مغربيه 100%، شركات مغربيه، فلوس مغربيه، عمال مغاربه. دي ما مغرب حبيب قلب. سلام عدنان. المنتخبات اللي ترشح الكاس تاخذ كاس افريقيا. والله بدك الصراحة أقول صراحة ممكن تكون الصراحة اللي بتزعل. إذا ما كانت الآن يا المغرب فمتى؟ إذا ما كانت الآن فمتى؟ في أقوى جيل لكم في تاريخكم، وأنتم اللي رابع العالم، وبعد ما توقعنا ورفعنا طموحات كثير في البطولة السابقة في أبيجان. إذا ما كانت الآن فمتى؟ بجيلك الذهبي هذا، وأنت البلد المنظم وملاعب كأس العالم وتستعد لتنظيم كأس العالم. إذا ما كانت الآن فمتى؟ المنطق يقول المغرب المرشح الأول. رسميا السنغال بطلة كاس افريقيا. ما شاء الله خارجين نضربوا واحد الدوره هنايا باطو. يا سلام، شوف يا سلام هاد المسكين تعدلوا الكاياك هما هنايا بالكاياك ديالهم، والشباب حاضرين هنا. واحد الدوره رائعه جدا. ما جيت المغرب أول مرة أطلع بهالتجربة في الرباط. أنا ما كنت عارف إنه الرباط جميلة لهذا الشكل يا إخوان. أنت كل يوم تبهرنا بشيء جديد. أنت متأكد إحنا في الصيف؟ هذا الجو العليل الخرافي وإحنا في الصيف؟ يا عفو الأذن. كيف الجو عندكم انتم في الشتاء؟ جو خرافي اكثر. جميل جميل كل شيء. شفنا عبق التاريخ والقديم والحديث كل شيء فزتم. Perdona, da igual, tira, no pasa nada. Va. Está aquí. Venga, va. Muchas too much, ¿no? Cambio de lado, va. Y vete, nos queda una solo, last. Sí. Sí, así, go. Bien, Billy. Bien, Calvin. Bien, Brahim. Va, vete. Bien. Step by step. Tac. Poquito más o más. Vete probando, Ismael. Va. Vale, on your right. Right, and go. Yes. Venga, poco a poco vamos ahí. Eso es, toma. Bien, Marwan, bien. Eso es, poco a poco, eso es. Right, left.
No way the ball. Movement. No way the ball. No esperes el balón, Manuán, movimiento. Hazlo real. Ritmo de balón. Only right. Only right. Only right. Only left. 2, 3, 4, 5. Okay. 1, 2, 3, 4, 5. Golf. 1, 2, 3, 4, 5. 1. شوي شكون